السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة وبصحة جيدة. النهاردة نزلكم بقى فيديو بجد تحفة، اتمنى تكملوا الفيديو لحد للاخر ان شاء الله بامر الله. وقبل ما نبدأ الفيديو مع بعض كده ما تنسوش نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وكمان تعليقاتكم الحلوة الجميلة. ربنا يخليكم ويديمكم نعمة في حياتي وما تحرمش بجد منكم. وكمان بقى اللايكات كده ما تنسوش يا حبايبي، ما تبخلوش عليا باللايكات بالله عليكم. واتمنى بقى الفيديو النهارده يعجبكم ان شاء الله. وتعالوا نشوف، بجد جايبه لكم النهارده حاجه تحفه كده. طبعا حتى وانا بتكلم انتوا شايفين معايا الديكورات، وكمان الشقه في منتهى الجمال. عايزه اقول لكم تحفه تحفه كمان، يعني حاجه كده وهم. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله تبارك الله. شايفين كل حاجه بقى بالموبيليا، كمان الالوان، الارض، السقف، في كل حاجه حاجه تحفه في منتهى الجمال. وكمان بحب افكركم ان دي الديكورات كلها او الديزاين كلها اللي هي بتاعت 2024. حتى المطابخ برضك في زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات، اللي هو طالع الجريات والغوامق والبنيات برضك بدرجاتها او بالوانها. والابيض لسه مستمر معانا، لان في ناس كتير جدا بتحب دايما تميل للابيض لان بتقولك بتديها مساحه. هنا بقى شايفين ده حته بقى خدتني في حته تانية كده، خطفت قلبي بجد من الجمال والشياكه بتاعتها. انتوا شايفين بجد حاجه حلوه جدا جدا بجد حرفيا كل حاجه حلوه. دي كمان هنا معانا غرفه الاطفال، او بيتقال عليها اوضه الليفينج. عايزه اقول لكم تحفه بجد حلوه. دلوقتي اوضه الليفينج بيدخلوا فيها سرير كده، وساعات بيبقى فيها ركن بس، برضك من غير سرير، بتبقى بمنتهى الجمال. هو المفروض بتبقى كده، بس في دلوقتي بيقولوا بيدخلوا ميكس الاتنين مع بعض. انا شايفه ان هي حلوه جدا وجميله. هنا كمان معانا التواليت بتاع الشقه حلوه قوي، وكمان السيراميك بتاعه جميل ما شاء الله. مساحه البيت كبيره جدا جدا. ودي كمان غرفه اطفال تاني. بص كل حاجة جميلة جميلة. شايفين ظهر السرير معمول كابوتينيه، والستاير بتاعتها اللي هي كلاسيك جدا مفيهاش شغل كتير. وكمان الدولاب بتاعهم حلو وسيمبل كده جميلة. الغرفة كلها على بعضيها بصراحة حلوة قوي قوي. اتمنى ان انتوا تشاركوني في الرأي وابعتولي في التعليقات وقولولي ايه رأيكم، وايه اكتر حاجة عجبتكم في الفيديو دوت. يعني انا هنا السفرة دي عجباني جدا جدا. دخلة البيت نفسها كمان مريحة قوي. ممكن يكون على فكرة البيت كبير بس مش مريح. بالنسبة طبعا للألوان أنا بتكلم بس على كده، عشان كده بقول دايما اختاروا وميزوا الألوان بتاعتكم، لأنها تفرق في حياتكم كتير. لأن ده البيت اللي احنا بنعيش فيه أكتر وقت، فطبيعي ان انا اختار حاجات حلوة ومناسبة ومناسقة كمان. هنا بقى معانا المطبخ ده. عايزة اقول لكم المطبخ ده متكلف تكاليف عالية جدا جدا. وبالمناسبة المطبخ ده في تركيا، تكلفته عالية قوي، بس انا مش هقوله عشان خاطر ايه يعني محدش يتوهم وحد يزعل، بس فعلا تكلفته عالية جدا جدا. وده تحت يعني اعتبر اغلى شقة واغلى مطبخ اتعمل. عايزه اقول لكم بجد بسم الله ما شاء الله، ربنا طبعا يبارك لها فيه، في الجمال بتاعه وكمان مساحته وكل حاجه بالتفاصيل بتاعته كمان. بجد حلوه جدا جدا ما شاء الله. ربنا يا رب يبارك لها في البيت كله. بصوا بقى هنا بتفرجنا على كل حاجه بالتفصيل، يعني في المطبخ. بصي التصوير كله تقريبا، يعني مساحه المطبخ كبيره جدا جدا، عاملاه كذا جزء. هنا بقية البيت من بره، وكمان الستاير اللي هي الكافيه مع الركن السفرة، وكمان مفتوح زي ما انتم شايفين كده. هي بتقول المطبخ مكلفني فلوس كتيرة جدا جدا. والله بقى اللي حابب يعرف يبعتلي في التعليقات وانا هقول لكم. بس بجد بسم الله ما شاء الله، ربنا يا رب يبارك لها في ويرزقنا ان شاء الله باحسن باذن الرحمن، وكل نفسه حاجة تتحقق في الشهر الكريم ده يا رب. هنا بقى لسه كده داخلين بردك على جزء كده مقطع تاني معانا بردك. الديزاين حلو جدا، عجبني المفرش ده جديد دوت طبعا.
احنا في توقيت الشتاء، فالالوان دايما اللي هي النبيتي في البنيات دي دايما بتميل للشتاء، احنا عارفين بحاجه زي كده. وده كمان هنا مطبخ بقى، عايزه اقول لكم كده بجد والله تحفه. ده من المطابخ ديت في حته تانية. انا بالنسبه لي بجد المطبخ ده في حته تانية حلو جدا، من اكتر المطابخ اللي انا بحبها دوت. بجد والله الديزاين بتاعه حلو قوي ومريح جدا، وتحسي ان انتي حابه تقفي في المطبخ ما تمليش منه، او اللي هو زهق او يعني. المطبخ اللي قبليه عايزه اقول لكم معدي سعره عالي جدا جدا، بس انا لو هتخير لا ده حلو بالنسبه لي. ده بالنسبه لي مريح، وبصوا بيديكي طاقه، طاقه كده، والشمس داخله فيه وروح كده، حاجه حلوه قوي قوي. اللي وصل معانا لحد هنا ما ينساش اللايك، وكمان اللي مشتركش ينزل معانا يشترك دلوقتي حالا. وما تنسوش تقولوا لي ايه رأيكم في الفيديو دوت، عجبكم ولا لأ، وايه اللي انتوا معترضين فيه، وايه اللي عجبكم وايه اللي ما عجبكمش. واتمنى الفيديو يعجبكم ان شاء الله بأمر الله، ويا رب ان شاء الله تكون السنة دي خير علينا وعليكم وعلى أمة محمد. وبفكركم تاني ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وبحب أشكر كل متابعيني اللي دايما بيتفرجوا على الفيديوهات وبيعطيلي كومنتات حلوة، بجد بشكركم من كل قلبي. وربنا يخليكم ويديمكم نعمة في حياتي يا رب دايما. وما تنسونيش بدعوة حلوة كده في الكومنتات، واشوفكم على خير، وباي باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.